حضرتك هتلاقي ان احنا عندنا اوضتين احنا ممكن نبقى عايشين فيهم في حياتنا، يعني حياتنا دي ممكن نبقى عايشين في اوضه من الاثنين. الكومفورت زون ودي مصيده، مع ان في ناس كتير بتبقى فاكره ان دي حاجه حلوه. ايه الكومفورت زون دي؟ ان حضرتك تبقى اشتغلت شغلانه كتير قوي وعملت نفس التاسك كتير جدا، تمام، بس بتلاقي في الاخر ان انت خلاص بتعمل التاسك دي باقل مجهود لان انت اتعودت عليه، وبكفاءه عاليه لان انت بقيت شاطر في التاسك دي، والمخاطره قليله. طب ما دي حاجه جميله اهو، ما حلو زي الفل، رضا ونبوس ايدينا وش وظهر، ايه المشكله؟ بس دي مصيده، حضرتك لو دخلت فيها هتفضل فيها، مش هتتطور. بالعكس، انت لما يجي لك التغيير بقى مش هتقدر تكوب معاه زي ما بنقول. طيب الاوضه الثانيه اللي ممكن نعيش فيها هي الدينجر زون. ايه الدينجر زون ده بقى؟ قالك الدينجر زون ده ان حضرتك تعمل شيفت، زي ما احمد ما بيقول كده، انا هسيب اعلام واعمل شيفت ادخل في مجال الجرافيك ديزاينر، فده دينجر. لان انا داخل في حاجه جديده، زي ما الاستاذه هنا كانت بتقول، خايفه ان ما يبقاش في اقبال على اللي انا داخل عليه، مش كده؟ مش ضامنه، هضمن منين؟ فبيقول لك ان ده بيبقى محتاج مجهود ضخم، لان اي حد بيعمل شيفت كارير ويسيب الكارير اللي هو فيه وبيروح لكارير تاني غالبا بيعمل في الاول مجهود كبير جدا. كمان بيبقى عندك خبره قليله ساعتها، فالمخاطره بتبقى عاليه، انت داخل في كارير جديد عليك، فانت عندك مخاطره عاليه. طب يعني انت دلوقتي الكومفورت زون قلت لنا ان هو مصيده، والدينجر زون قلت لنا ان هو المخاطره فيه عاليه جدا، امال انت عايزنا نعمل ايه يعني؟ قال لك والله هو مش الصح ان انت المفروض تهرب من الكومفورت زون وتروح على الدينجر زون، ما تفتحش باب الاوضه كده وتخش على الدينجر زون، يعني انت ما تسيبش شغلك في الصحافه والاعلام اللي انت متعود عليها وبتكسب منها وتخش في الجرافيك ديزاينر مش عارف هتكسب منه ولا لا. قال لك هو احنا المفروض بنعمل حفره كده او نفق اسمه نفق التشالنج زون، ده نفق ما بين الاوضتين. انا ببتدي اشوف هو انا اقدر ايه السكيلز الجديده اللي انا اتعلمها، يعني احمد هيفضل في الشغل بتاعه فهو لسه محتفظ بالكومفورت زون بتاعه، ظهره متامن، هو حاسس ان الكومفورت زون في ظهره ولسه بتدخله فلوس، وبتعلم حاجات جديده في الديزايننج او في المنتجه او في الموشن جرافيكس اند سو اون، تمام. وكل ما اتعلم حته جديده ابتدي اخدها من الدينجر زون وادخلها عندي في الكومفورت زون. يعني انا اتعلمت دلوقتي ان انا بمنتج كويس، فهبتدي اشتغل مع ناس فريلانسنج، وبالتالي انا عمال اخد من الدينجر زون اللي انا كنت شايفها ان هي خطر، تمام، باخد منها حته واضمها عندي لحد ما اشتغل مع 100 عميل، فهبقى مطمن ساعتها ان انا اقدر ادخل في الحته دي اكتر. فانت الطبيعي ان انت في حياتك هتفضل دايما المفروض ان انت بتحفر، بتاخد من الدينجر زون وتضمها للكومفورت زون بتاعك.